السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي الكرام. أبشركم بأمطار الخير قادمة إن شاء الله وبكثافة بالمغرب. إذن بداية الأسبوع الجاري يعني الاثنين ستبدأ التساقطات المطرية غزيرة إن شاء الله. إليكم التفاصيل. إذن وبفضل الله بداية يوم الاثنين منخفض جوي مليء بالأمطار الخير باتجاه المغرب، وتشير الخرائط الجوية إلى اقتراب عاصفة أطلسية أخرى أو منخفض جوي عميق من شمال ووسط القارة الأوروبية نهاية هذا الأسبوع. ستتميز هذه العاصفة برياح قوية وأمواج عاتية بالإضافة إلى تساقطات مطرية غزيرة بإذن الله. وتعلن الأرصاد الجوية بالمغرب إلى تأثير هذا المنخفض الجوي أنه سيمتد ليشمل كل البلاد، خاصة المناطق الشمالية الغربية ابتداء من مساء يوم الاثنين المقبل. ومن المتوقع أن يظهر هذا التأثير على شكل اضطراب جوي يتسبب في هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة محليا إن شاء الله على أقاليم الشمال الغربي، ثم يتوغل إلى داخل البلاد. كما يتوقع أيضا هبوب رياح متوسطة إلى قوية بالإضافة إلى هيجان قوي للبحر على الواجهة الأطلسية ما بين العرائش إلى طنطان. اللهم اسقنا غيثا نافعا إن شاء الله. وما فيها باس نسمعوا لهاد النكتة اللي جرات لواحد الزوج مسكين زغبو الله ومشى دخل الكوزينة، بغى يسلم على مرتو زعما ويشوف مالها، لقاها كتنقي في البطاطا واحد موس ماضي ديجا هو كان شراه ماضي، ويقول لها عفاك نقي البطاطا غير بشويه، خاف عليها زعما لان موس ماضي. قال لها عندك جرح يديك؟ وهي تقول لي بسهوله بكل بساطه، قالت لي علاش غادي نجرح يدي ياك ماش سيدنا يوسف عليه السلام اتفو بالمزلوط الاخر نجرح يدي. هذا جواب قبل ما تخرج المدونه. المهم حاولوا تقولوا لنا في الكومنتير شنو غتجاوبوا الا كانت من بعد المدونه شنو تقول ليه. وفي الاخير اخوتي الكرام كنتمنى منكم الى عجبكم هذا الفيديو تبارطاجيوه مع الاصحاب والاشتراك في القناه والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد واخبار جيده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.